صهيب بن سنان الرومي أو أبو يحيى هو صحابي وأحد السابقين للإسلام، وترك كل ما له ليهاجر المدينة، وشارك في كل غزوات الرسول. وسوف نتحدث في الحلقة عن تفاصيل شخصية البطل حلقتنا اليوم. ولد صهيب في قرية على شط الفرات بالعراق، وكان أبوه سنان بن مالك حاكم على مدينة الأبلة التابعة للملك كسرى ملك الفرس. وذات يوم حدث غارة من الروم على تلك القرية، فأسر صهيب وهو صغير في السن، فاستقر في الروم فترة، لذلك سمي بالرومي. ثم اشتراه رجل من قبيلة كلب وباعه في مكة إلى عبد الله بن جدعان التيمي، اللي حرره وتاجر معاه بعد كده وكسب كتير من المال. وكان صهيب مصاحبا للنبي قبل ما ينزل عليه الوحي. ولما نزل الوحي على سيدنا محمد ودعا الإسلام، أسلم صهيب مع عمار بن ياسر في ساعة واحدة، بعد لما دخل سيدنا محمد إلى دار الأرقم يدعو فيه للإسلام، فأظهروا إسلامهم في مكة. ولأن صهيب من موالي استضعفته قريش فعذبته أشد عذاب، فكانوا يلبسوه أضراع من حديد ويسيبوه في الشمس لحد لما الحديد ينصهر، فكانوا بيعذبوه لحد لما يغيب عن الوعي وما يعرفش إيه اللي بيقوله. ولما هم الرسول بالهجرة وصل لصهيب الخبر، فكان المفروض أن يهاجر معاه هو وأبو بكر الصديق، لكن الكافرون عطلوه فسبقوا أبو بكر الرسول. ولما انطلق صهيب في الصحراء أدركه قناصة قريش، فصاح فيهم وخيرهم بأن يتركوه ويأخذوا ماله أو أن يحاربهم ويضربهم بسيفه، فقبلوا المال فضلهم على ماله بعد أن وبخوه. ثم انطلق المدينة مع سيدنا علي بن أبي طالب وراح لسيدنا محمد عند قباء. وكان النبي قد بلغه ما فعله صهيب مع قريش، فقال رسول الله لصهيب: يا أبا يحيى، ربح البيع ربح البيع ربح البيع، يعني ربحت يا صهيب بهجرتك هذه. فقال صهيب: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحدا وما أخبرك إلا جبريل. وكان صهيب عطاء ينفق كل عطاء من بيت المال في سبيل الله، ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعطاؤه شد انتباه سيدنا عمر بن الخطاب لدرجة انه قال: أراك تطعم كثيرا حتى أنك تسرف. فقال له صهيب: سمعت رسول الله بيقول: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، وبسبب ده أنا أطعم الطعام. وشاهد صهيب كل غزوات الرسول، بدر وأحد والخندق، وشاهد كل حياة النبي، وكان راوي الحديث وعنده 30 حديث، وكان رجل شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير. وبعد وفاة النبي أقام صهيب بالمدينة، ولكن اختاره عمر بن الخطاب لما طعن هو بيصلي في المسجد، اختاروا سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يصلي للمسلمين حتى ترك المسلمين على خليفة جديد بالشورى. ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان اعتزل صهيب بالفتنة إلى أن توفى المدينة المنورة ودفن بالبقيع بعد أن صلى عليه سعد بن أبي وقاص. وبكده تكون قصة بطل حلقتنا النهاردة انتهت، واللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.